يا جماعة فيديو اليوم ما بعرف ليش هيك بس بصور انا واقف. احلى مو احلى بعرف صح؟ رح يصير دائما صور انا واقف، والصوت اللي عم تسمعوه صوت المروحة ماني مطفية لاني رح موت اذا مطفية وبس. فيديو اليوم عن واحد، بتعرفوا بتتذكروا من فترة لما اول فيديو انتقاد سويته على القناة لما حكيت عن واحد اسمه مكاوي وواحد اسمه اديب؟ هذا واحد من شغله من هيك الهبلة تبعيته. يا جماعة هدول العالم مدري من وين بيلاقوا اسمائهم، بتحسهم بيخترعوا اسماء من ولا شي، بروحوا حاوية زبالة بيطولوا اسم وبيرجعوا بيسموه على القناة. قال شي مكاوي، شي هداك ايش كان اسمه، وشي كزاز، وشي قويش. هذا اليوم تبع فيديو اليوم اسمه قويش، هي صوت. يا جماعة هذا البني ادم كتير يعني كتير خراط، كل هدول كتير خراطين. قال بيجوا بيقولوا لك قال بدك تصير ناجح ومعك سيارتين فيراري، بدك يكون عندك شغل كتير كبير، فوت على الكورس تحت بالوسط بس $1000، وبعدين بعد الكورس بتصير عندك مليونير، تصير مليونير وملياردير، بعدين بتصير معك سيارة. بيكون شو الكورس؟ قال تفوت على الكورس، قال اسعى نحو حلمك، سابر الى الامام. خلص الكورس دفعنا $1000 راحوا على الفاضي. لو بدك تدفعهم حق سيارة مستعملة بيكون أحسن لك يا زلمة. أنت مصدق بدك تشتري فيلا بعد الكورسات تبعيتهم؟ هدول شغل سلبينة ونصب واحتيال وأي حاجة. أصلا حتى أديب هذا اللي حكيت لكم عنه هذا والله إنه نصاب محترف، هذا بابلو اسكوبار يا زلمة. إجا مرة قال إنه طلع كلام عليه إنه هو نصاب. قال كان فتح أول شي شركة، قام نصب عليهم حبسوه، بعدين رجع طلع فتح شركة، تخانق هو والشركة الشريكة تبعيته، قام انطرد يا ويلي هذا شو مخبص عمايل. والله هذا أديب ولا بيقربنا، هذا ولا من سوريا ولا بنعرفه، ولا هدوليك كمان بيمثلوا مصر، ولا حدا منهم هدول بيمثلوا الدولة اللي هن منها. هدول ناس يا جماعة هدول بيلتقوا بزبالة. بتعرف لما امك بتجي بتقول لأمي انتو كيف انا ولدت، بتقلك لقيناك عند زبالة، هدول هن هدول العالم اللي هيك يعني فعليا هيك صاير فيهم. وخلونا نشوف اول فيديو. وطيب يا جماعة هدول العالم بينجحوا بشكل كتير كبير بس لانه عبارة عن نصب واحتيال. يعني والله العظيم ما بعرف، ما في شي بيقدر يوصفهم. ناس بس شغلهم نصب على العالم بينجحوا بسرعة، وناس مثلي انا الاسطوري المحترف بتعب كتير وما بجيب نجاح. يا جماعة وصلنا هذا الفيديو 20 لايك، بتتذكروا ايفان بنزل فيديو معه، بس يوصل هذا الفيديو 20 لايك ايفان بدي نزل فيديو معه. هو محشش يا جماعة كتير اهبل مثلي، نحكي مع بعض والله بنعمل فيديو بفرط ضحك. وصلوا 20 لايك بنعمل فيديو مع ايفان، ما بتوصلوا 20 لايك كمان رح اعمل فيديو مع ايفان لانه اتفقنا خلص مشي الحال. مصر لو فتحت جنب المنافس تكسب اكتر. يعني ايه جويش؟ يعني لو بيزنس معين بيكسب 100 جنيه في اليوم وبيزنس تاني برضه بيكسب 100 جنيه في اليوم وكل واحد فيهم فاتح في مكان مختلف، يبقى المجموع 200 جنيه في اليوم. لكن لو الاثنين فتحوا في نفس المكان المجموع بتاعهم ممكن يبقى 300 جنيه في اليوم او اكتر. يعني البيزنس الواحد هيزيد من 100 جنيه في اليوم ل 150 جنيه في اليوم او اكتر برضه، لان بيحصل حاجه اسمها تاثير السوق، فايرادات ومبيعات البيزنس بتزيد مش بتقل بوجود منافسين اكتر في نفس المكان بسبب ان رغبه الشراء والعملاء. لا يا حبيبي بالعكس، هيك ممكن محل يتأثر أكتر من الثاني، لأنه ببساطة بهيك حالة لما بيكون في بعيد محلات بعيدة الجيران تبع هاي الحارة بيقولوا إنه يا الله بديروا له هونيك واشتري، بس بهيك حالة الجيران اللي بالحارة يعني أو بالمنطقة اللي فيها المحل بصيروا بيركضوا نحو البضاعة الأحسن، فبتقل البزنس حدا منهم. وليكوا الثقة اللي بيحكي فيها ما ومدري ليش كل هدول العالم اللي بيكونوا على اساس عاملين حالهم مثقفين وبيعرفوا يعطوا حكم وكذا بيكون هيك قاعد هيك والكاميرا بنص وشه، انه يا الله هو مو منتبه، الكاميرا تشغلت بالغلط، كان هيك قاعد عم يعطي درس قام عمل هيك، شغل الكاميرا، عمل هيك، سوى مونتاج على الفيديو، عمل هيك، حط صورة عرض، عمل هيك، نزل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله. كريستيانو رونالدو عنده متابعين اكتر من ريال مدريد ومانشستر ويوفنتوس والنصر، وايلون ماسك عنده متابعين اكتر من تسلا وسبيس اكس، وتيم كوك عنده متابعين اكتر من ابل، وبيل جيتس برضه عنده متابعين اكتر من مايكروسوفت. عشان كده الظهور الشخصي والبيرسونال براندنج بتاع صاحب الشركه مهم جدا ولازم تهتم بيه في التسويق زي اهتمامك بالشركه بالظبط ويمكن اكتر، لان الناس دايما بتحس انها اقرب للشخص عن الشركه، فهتلاقي كل الناس على السوشيال ميديا بتتابع الاشخاص اكتر من الشركات. شو يعني مثلا
مثلا هلا انا اذا بدي اروح افتح مطعم الفلافل مثلا، يعني طبعا انا ما معي مصاري افتح، انا ما معي مصاري افتح جيبتي يا افتح ما معي مصاري افتح انينة كولا، خلصني يا زلمه لا تشكيلي ببكي لك. مثلا اذا بدي افتح مطعم فلافل مثلا، بروح انا شو بقول مثلا، قال بفتح ستوري على الانستغرام عندي، بسوي بسوي حساب للمطعم وحساب لإلي، وبصير انا بنزل ستورياتي وما بعلن عنه، بس انجح بعلن عن محل الفلافل. يعني كتير في غباء بالحكي اللي عم يحكيه، بس في ناس مقتنعة كيف ما بعرف. في ناس مفكرته هو عن جد ناجح. يا جماعة هذا نصاب كبير، هو وأديب ومكاوي وبس. واللي بيسألني ليش هيك شعرك، ما بعرف ليش هلا خطر عبالي، بس اللي بيسألني هيك شعرك لأنه طالعت لي حبة بنص جبيني، طالع عندي بالضبط يعني حبة حمراء هيك بنص جبيني، فنزل شعري غطي عليها. المهندس محمد جويش او المهندس محمد جويش ويبلغ. جماعة عليكم قعدة الفخر اللي قاعد فيها، قاعد هيك فاتح لي مناخيره، وصحيح مشكلة مناخيرك شبون يا زلمة؟ تقول باذنجاناية فيها حفرة قد حفرة طيز البقرة. ولا المذيع يا جماعة لابس لي نظارات سمك سمك فنجان القهوة وأذنين مثل الأجنحة تبعوت الملاك، عرفتون هيك بيجوا هيك كبار، وعامل لي ووشه مستطيل وشعره مدري كيف. هلا الشعر ما بحق لي اتفلسف عليه لأنه ليكو شعري إذا تبين الحبة بيطلع عندي خالص، بس ما في داعي يعني. محمد جويش او المهندس محمد جويش ويبلغ من العمر 27 سنة، وهو شاب اختارته فوربس انه من ضمن 30 واحد اصغر من 30 سنة الاكثر تأثيرا على مستوى الشرق الاوسط. ليه؟ لانه الاستاذ محمد جويش عنده مشروع مهم جدا له علاقة بالتأثير او تعليم البرمجة لاكثر من 1,000,000 طفل في مصر وفي العالم العربي، وهذا المشروع محقق نجاحات كويسة. والأجمل بالنسبة لي يعني إني أشوف شاب عنده 27 سنة وهو ناجح ومحقق نجاح كبير. يعني هو قصته في حد ذاتها ونجاحه إنه يوصل للمرحلة دي، وإن فوربس تختاره من ضمن أفضل 30 تحت 30 سنة في الأكثر تأثيرا على الشباب العربي، دي ليها بطولة لوحدها. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك، ربنا يخليك. طبعا هو بيقعد بينصب عليهم وبيجيب منهم مصاري وخلص، هو اكبر مؤثر في العالم. ما هو هي مشكلتنا نحن، بناخذ الناس اللي بتنصب علينا وكذا بنطلعهم ترند. وفي كتير ناس على فكره حكوا انه بعد اديب واعظ ومكاوي هدول الكورسات سووها عندهم، في كتير ناس لو حكوا انه بيتعاملوا معهم معامله وحشه، عائله المصريين حبايبي تابعونا من مصر، وبيقولوا كمان في ناس بيقولوا انه نصب عليهم ودفعوا الكورس وما انه ما صار في محادثات بيناتهم يعني كتير قصص هيك منهم نصب واحتيال. يعني هدول بتحسهم امهم كانت متوحمه على بابلو اسكوبار. جيفرون بيزوس، مين هذا جيفرون بيزوس؟ جيفري بيزوس، هداك غير شيء. لك جيفري دامير هذا السفاح، عرفتوه؟ السفاح الامريكي اللي قتل مدري كم 700 شخص. بتحس هيك امهم متوحمه على كوشة مجرمين وخلص يلا مشي الحال. طلعوا بعين الولد ما جاب لياهم جوزاء، طلعوا مجرمين مثل الوحمة. أحلى شيء المذيع يا جماعة بيحاول يحكي كلمة بالفصحى، بخربط شوي برجع بكمل عامة، بيرجع بخربط شوي برجع بكمل فصحى. وهذا المشروع عامة أنا بحسه جميل قوي وكويس جدا، ونشكر الأستاذ محمد جويش على شغله العظيم وعلى تعليمه للأطفال للأولاد، يعني تعليمه للأولاد بيضلوا يتأتئوا ويقعد يخبص الهجتين ببعض. إن شاء الله يا جماعة هذا الشخص شو ناجح كتير لدرجة إنه قدر ينصب على عالم أكتر من بابلو اسكوبار. يعني يا جماعة الله والله الزلمة إنه ناجح بمجاله يا جماعة. صدق إنه اللي بيقول لك إنه انجح حتى تضحك، ما بعرف شو هذا. لا هديك بيقولوا ابو فله، لا ما دخل، نسوا كل شي حكيته خلص. يا جماعه اذا في اي حدا من فئه الشباب اللي بيتابعني اللي حكى عنه المخرج، بنصحكم ما تردوا عليه، ما تسمعوا لهداك قواش عصير قوافه. عم بيقول انه لازم يكون محتواك منيح لحتى تنجح على السوشيال ميديا. يا حبيبي محتواك نصب وانت ناجح اكتر مني، منيح هيك؟
انت وهداك اديب مكاوي وكزاز. والله العظيم انتو ناس بتحطموا البني ادم، بتنصبوا عليه وبتنجحوا بالاخير. نجحوني انا يا جماعه، انا واحد منيح، نجحوني. لا عم بمزح، اللي بده يحط لايك يحط لايك، اللي ما بده يحط لايك يحط لايك، لانه انا افضل يوتيوبر في العالم، فلازم انت تكون يعني مو غصبا عنك بدك تحط لايك، حط لايك. لا عم بمزح امزح. بدك تحط ديسلايك حط ديسلايك عادي، انا بفهمكم، انتم متابعيني وانا بحبكم. نحن انه انتم مو متابعين عندي، نحن اخوات. الله الحكم الله. طبعا ان شاء الله يطلع هذا الفيديو 10 دقايق وفهمكم كفايه. بس يلا بدكم شيء، ان شاء الله الفيديوهات الجاي كلها حتشوفوني هيك واقف والهدول وراي، لانه هيك بيعطي مليان اكتر. وان شاء الله اذا قدرت اظبط اي شيء بالاستديو راح اظبط. هو مو استديو، هي حرفيا غرفتي. ان شاء الله اذا قدرت اظبط اي شيء بغرفتي بيمشي الحال. يعني اذا زبطت بكون زبطت، خلص ما في مشكله. يلا باي.